السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا فيكم. تعالوا مع بعض نشوف كيف الاحتفالات الجميلة والاحتفالات اللي أكيد أسعدت الملايين من العالم، وكمان أسعدتنا إحنا كعرب. يعني أكيد كنا نفضل إنه ميسي يفرح والأرجنتين تفرح أفضل من فرنسا، وإحنا عارفين تاريخ فرنسا المخزي والمذل والمعر. فرحتنا إحنا كعرب كانت بتميل أكثر إلى الأرجنتين، وبالفعل كنا سعيدين في لحظة تتويج الأرجنتين باللقب. تعالوا نشوف كيف الأجواء الجميلة اللي بتعيشها دولة الأرجنتين والجمهور الأرجنتيني. يعني صراحة من أجمل اللحظات ومن أجمل المشاهدات اللي بنشوفها، والفرحة الجميلة والشعور الجميل اللي بتمتلئ فيه دولة الأرجنتين والشعب الأرجنتيني. صحيح احنا كنا بنتمنى الفوز للأرجنتين بسبب تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية، وانهم راح يحملوا في نهاية كأس العالم اللعيبة الأرجنتين اللعيبة الفرنسيين في حال فوزهم بالكأس بأنهم يحملوا إشارة الشواذ. وكمان تعالوا نشوف كيف أجواء ارتداء الزي القطري أو العباءة أو البشت القطري والعربي، وهذا بدل على تراثنا الإسلامي وتراثنا العربي، وقديش كان في إقبال واسع وإقبال واسع وشيق للأوروبيين وللأرجنتينيين. كمان شفنا كيف الإعلام الغربي والأجنبي بحاول إنه يقلل من قيمة الشأن العربي والتراث الإسلامي والعربي. وأكيد يعني من أعزنا فالله يعز من أعزنا، ومن أعز الإسلام شوفوا كيف افتخار وعزة الشعب القطري، وعزة كمان رئيس قطر الأمير تميم بن حمد. فعلا شيء بشرفنا وبشرفنا احنا كعرب. يعني فرحة من الصميم للأرجنتينيين، وفرحتنا كمان أكثر بلباس العباء أو الزي القطري. هاد كله بدل على الفخر والعزة للعرب ولتراثنا العربي، ويا رب نفرح مثلهم وتزيد فرحتنا احنا كعرب. تحياتي لكم جميعا. Ah, beast, good. Messi, campeón del mundo.